اهلا وسهلا بك سيدنا. اهلا وسهلا. مرة ثالثة. سيدنا احنا نبقى بالسؤال اللي يخص الاستاذ حسين عميدي اللي هو على هرم كرة السلة من عام 1995. انا جبت لك، انت تفضلت انه هو عمله هو يخليه على هرم كرة السلة، يعني من خلال خبرته ومن خلال امكانيته المادية اللي هو ما محتاج امكانية مادية عالية، هو رجل تاجر. هاي الميزة نفقدها الآن بالرياضة، انه همين رياضي وهمين تاجر، يعني ما محتاج يمد ايده على ما موجودة كتاجر يخاف يمد ايده على فلوس الرياضة من تجي من جهة معينة. هو رياضي، هو اللي وياه ناس همين رياضيين. هاي واحدة. اثنين، جبت لك انا شغلة علي الصفار. علي الصفار اريد ادخل بموضوع علي حتى اربطه بالاستاذ حسين. هذا الرجل كان شكو محافظة بالعراق مشاركها بكرة السلة، وسوى لعبات هنا، واكو حادثة صارت، هو عنده حادثتين وياي. مرة من المرات انه انكسر عنده هدف، وقال لي علي لحق لي لازم تجري اللعبة ومع نادي النفط. فرحنا جبنا هدف من مدرسة المركزية وفلشنا باب الخلفي مال القاعة اللي هو منتدى سومر الآن، ودخلنا الهدف وجرت المباراة. هاي وحدة. ثاني حادثة هو علي الصفار. شوف ايش قد يتدخل بلاعبين المحافظات ويعرف علي طالب. كنت انا زعلان ويا فريق السلة، ويا منذر الله يرحمه، جمال صبري وامير زعلان وياهم بالتدريب. اجاني الظهر اللعبة الساعة 3:30 المباراة، اجاني بالثنتين للبيت، طبل البيت يم السيد الوالد، قال اريد منك كابتن علي يرجع للفريق ويلعب اليوم حتى تصير مباراة حلوة. هذا قال هسه يعني شوف شلون تداخل. حسين العميدي راح اربطه لك نفس هاي الشخصية، يحب المحافظات، ولولا حسين العميدي يعني ما حد يدخل. تواجده ايجابي بالاتحاد طبعا 100%. خلينا نشوف الاتصال وبعدين نرجع. سيد هذا